ثم قال ماذا؟ قال كاين دراسات راهم يقوموا بها باحثين. اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا، بالضبط في الجزائر. انا نفسي بظن كده انهم من اهل الكهف، خاصه لما بشوف شعب قريحه وعبد المجيد ما اعرفش ايه. دول فعلا من اهل الكهف، وانتوا كلكم من اهل الكهف. يا اخي عيش واقعك يخرب بيتك يا اخي. ده كلام يا اخوانا، عقل شويه يا اخوانا، بركه من الجنان. اربط السلوجيه يا عبد القادر. اربط السلوبيه يا تبوني، الله يخرب بيتك. اربط السلوجيه يا عبد القادر، بقى شكلك وحش. ثم قال ماذا؟ قال ابن بطوطة الرحالة الجزائري. ابن بطوطة طنجي، اسمه أصلا الطنجي من طنجة. ابن بطوطة بنظرة حديثة يعني بنظرة جزائرية محضة. ابن بطوطة ولد في طنجة ودفن في طنجة. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ اللي حاجة اللي مو عندك يا اخي. هم ليس لهم تاريخ ويحاولون صنع هذا التاريخ. يعني مسألة التاريخ هذه عقدة مستفحلة في الكائن التبوني، يشعر بعقدة نقص خصوصا عندما يقارن بالمغرب. انعدام الهوية بشكل بائس جدا. ثم قال ماذا؟ قال تسمية أسود الأطلس التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. حلوة دي. يبحثوا عن أمجاد، لما يدوروا ما يلاقوش إلا المغرب. يريدوا يسرقوا الزلي، ويريدوا يسرقوا الثقافة، ويريدوا يسرقوا القسطان. حسبي الله عليه، ما خلى شيء مسرقه. ويريدوا يسرقوا أسود الأطلس. جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد. الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من هذه الجبال، لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. أسود الأطلس الآن تريد تأممه، عقلك التبوني ما يتسع الأسد أصلا. إذا فكر عقلك يختار جربوع. والله حال التبوني نرثالها يا جماعة. ثم قال ماذا؟ قال الذين بنوا الأزهر، الدولة الفاطمية التي انطلقت من المغرب العربي من الجزائر. أنا ما نحبش نحدد. قل لا تنكسف ولا تنخدع. لا نحدد من الجزائر، هي التي بنت القاهرة وأسست القاهرة، وهم اللي بنوا الجامع الازهر، وهم من بنوا الأزهر. يا خرا مش ممكن يا جماعه اللي احنا بنشوفه وبنسمعه ده لا يمكن. شنو هذا؟ انا بتعجب المغرب تحمل هذا الوضع 50 سنه ازاي. كنا نريد أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. ده جيره منيله ب60 نيله، يعني جيره فعلا تؤخر ولا تقدم. بصراحة يعني ده شيء لا يتحمله بشر. ولا بني ادمين يا باشا، ولا بني ادمين. ثم قال ماذا؟ قال الغرب يستعملون الجن، يستعملونه في التجسس. ابعد يا اللي بتبعد. وهذا بحث انا رايته، يجيبوا وحده في امريكا تجيبها CIA لهذا المركز، تتميز بالجلاء البصري، معناها تشوف بعيدا حتى انها تشوف ما وراء الجدر. بركه من الجنان. ربنا يستر وما يطلع لناش حاجه جديده، عشان انا فعلا تعبت. جاتهم القرف، قرفتونا. ربنا ياخدكم ويريحنا منكم في 60,000 داهيه يا رب. العارض ده